انا كدابه، كدبت كتير قوي علشان انجو من الدايره السوداء اللي انا كنت فيها. اتشخصت اكتئاب حاد. دايما بتكلم عن فتره اللي كان فيها الاكتئاب بتاعي في قمته، بقول عليها الدايره السوداء. اكتئاب عامل زي ما يكون في حد بيكرهك جدا عايز جوه مخك، بيقعد يقولك كلام عنك وعن نفسك وعن الحاجات اللي حواليك عجيبه. دي واحده من السيمبتومز بتاعت الاكتئاب اللي انا اتعرضت لها. واحده من الحاجات اللي ساعدتني ان انا اقاومه اني انا ما كنتش مصدقه نفسي لما بقول لنفسي ان انا بحبها، لان وقتها ما كنتش بحبها. ما كنتش مصدقه نفسي لما بقول لها انت قويه، لان انا كنت ضعيفه جدا وقتها. ما كنتش مصدقه نفسي لما بقول ان انا هقدر اعدي. ما كنتش مصدقه نفسي خالص. بس انا كدبت على نفسي، وكنت بقول لنفسي الكذب ده بصوت عالي جدا. افنان انت قويه وانا ضعيفه. افنان انت بتحبي نفسك. لحد ما الكذبه اتحولت حقيقه، ولحد ما حبيت نفسي بجد، حبيتها بكل تفاصيلها حتى الوحش فيها، لحد ما عديت. عادي تكذبوا على نفسكم، حتى لو انتوا مش مصدقين نفسكم ان انتوا بتحبوها، اكذبوا عليها، قولوا ان انتوا بتحبوها. مش معنى في ممكن ناس حواليكوا تكذب عليكم وتقول لكم ان هم بيحبوكوا وانتوا ما تصدقوهم. تكذبوا على نفسكم مره وتصدقوا نفسكم مره. استغلوا الخداع واستغلوا انتوا بتنخدعوا بسهوله مره. قولي لنفسك بصوت عالي كل يوم انا بحبني بكل حاجه فيا، لحد ما تبقى حقيقه. مش هقولك هتصدقي الكذبه، هتحققي الكذبه. فلو انتوا في يوم من الايام قررتوا تكذبوا، اكذبوا على نفسكم بكلام ايجابي. فاهميني؟ سلام.